كوكو ميزامي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم راح نديروا مع بعض لي ماكارون اللي ديجا كنت درتهم في واحد لافيت وما حطيت لكمش الفيديو تاعهم. اليوم راح نوري لكم كيفاش نديروا بعجينه واحده تاع لي ماكارون شحال من لون، كيفاش نشكلوهم على شكل قلوب. بالنسبه للمبتدئين تبعوا الفيديو حتى الاخر دوك تشوفوا كيفاش نديرهم. نروح نشوفوا المقادير. هنا عندي بودره اللوز 50 غرام، 50 غرام تاع بودرة اللوز و50 غرام تاع سكر ناعم سكر غلاس، ترحيوهم مع بعض مليح تعطوكم بودرة. ولهنا السكر العادي عندي 57 غرام. وهذا الملون الأحمر تاع سهام، لا مارك سهام مليح بزاف، يتمتم يعطيك اللون. أنا اختاريت اللون الأحمر. وهنا البياض البيض عندي 44 غرام تاع بياض البيض. الوصفة غادي نخليها لكم في صندوق الوصف. نحتاجوا لهنا طابي سيليكون، ولا ما عندكمش ديروا بابي كويسون. وهنا عندنا بوشادوي. ونروحوا نضربوا بياض البيض تاعنا حتى يعطينا هذيك الرغوه الاولى. نبداو نضيفوه في السكر العادي بالتدريج. هنا لي ماكارون تاعنا لي ماكارون فرونسي رايحين نديروهم بالمورينغ الفرنسيه، باسكو كاين زوج تاع لي مورينغ، كاين الايطاليه لي ماكارون ايطاليان، وكاين لي ماكارون فرونسي. هادو لي ماكارون فرونسي رايحين نديروهم بهذه الطريقه تاع المورينغ. هنا كي يطلع لنا البياض البيض دير ديك الرغوه نبداو نضيفوه في السكر العادي بالتدريج حتى نتحصلوا على المورينغ تاعنا طالعه وشاده روحها ما طيحش. راني زايده في السرعه تاع الفيديو باش ما نطولش عليكم، بصح غادي تكملوا الفيديو للاخر تفهموا كامل الخطوات، سيرتو لي ديبيتون اللي ما يعرفوش كيفاش يديروا لي ماكارون ولا داروا لهم وما نجحوا لهمش. تبعوا الفيديو للاخر تشوفوا كيفاش نديروا لي ماكارون. سي ديجا انا درتهم من قبل وحطيت لكم الوصفه تاعهم، بصح اليوم راح نوري لكم كيفاش من خليط واحد تاع لي ماكارون نديروا شحال من لون. هنا لا مورينغ تاعي وجدت، دوكا نبدا نضيف في المورينغ بالتدريج على الخليط تاعي تاع بودره اللوز والسكر اللي كنت رحيته مليح حتى عطاني بودره. نخلط المورينغ تاعي نجمعها. هنا ما تهمش الطريقه اللي غادي نخلط بها. هنا ليسونسيال غادي نجمع بودرة اللوز تاعي مع لا مورينغ، ونبدا نضيف لا مورينغ بالتدريج. تقسموها على 2 ولا على 3 حتى تجمعوا هذيك بودرة اللوز مع المورينغ. هنا كي لاباغاي تاعي تجمع في هذه المرحله نروح نقسم الخليط تاعي تاع لا مورينغ. تبغوا تقسموها على 2 تبغوا تقسموها على 3 على حسب الكميه اللي عندكم. هنايا اني قسمتها على 2 باش ما نكثرش عليكم في الفيديو. هنا درت نص غادي نديره بالابيض ونص غادي نديره باللون الاحمر. تقدروا تقسموها على 3 على كيما تبغوا. هنا غادي نبدا المرحله تاع الماكاروناج. تشوفوا كيفاش نبداو نخلطوا لي ماكارون بشكل دائري هاكا، نفرزه مليح في الحواف ومن بعد نتجمعه ونبدا من الفوق للتحت باش ندخل مليح لا مورينغ في بودرة اللوز تاعنا. وين تتحبسوا كي تشوفوا الخليط تاعكم تطلعوه بلا كويير ولا بسباتول، تطلعوه ما يبداش يهود ويتقطع، يولي يهود نيشان الخليط تاعكم ثم تحبسوه. هنايا راه يهود ويتقطع، الو غادي نزيد نخلط حتى الخليط تاعي يهود نيشان. هنايا نحبس. ما تنساوش ديروا ابوني وتفعيل الجرس لمزيد من الوصفات والجديد. هنايا بعد ما كملت
ماكاروناج تاع الخليط الاول اللي درته بالابيض. نروحو نشوفو هذه اللي زدت لها اللون الاحمر، نخلطها بنفس الطريقه. هنا غادي نزيد شويه من اللون الاحمر باش تعطيني اللون الاحمر. هنا راه غوز وانا راني باغيتهم يجوا روج. بهذه الطريقه نخلط لي ماكارون تاوعي. هذه المرحله سموها الماكاروناج. هنا الخليط تاعي وصل للمرحله تاع وين كي نهبطه بالسباتول يهود نيشان، ما يهودش ويتقطع. نعمره في لابوش. دوكا نروحو نوري لكم كيفاش تبوشيو لي ماكارون على شكل قلوب. موالفين نديروهم بشكل دائري، اليوم راح نوري لكم كيفاش نديروهم على شكل قلوب. بهذه الطريقه نشكل القلوب. تبان لي اللي موالفين يبوشيو لي بتي فور بالك تجيهم سهله، بصح دائما الواحد ما يفشلش، اللي ما يغلطش ما يتعلمش. بهذه الطريقه نبوشيو لي كور تاعنا. انا درت وحدين كبار وحدين كيف كيف. الكبار ديكوريت بيهم وينطاخت والباقي حطيته هكا وخلطت. درت لي كور ودرت وحدين غون. وهنايا نخبط لا بلاك تاعي شحال من مره باش يخرجوا هذوك الفقاعات تاع الهواء اللي في لي ماكارون، ونزيدو نحكمو كوردون ونبيكيو هذوك الفقاعات. هنا بعد ما نشفوا لي ماكارون واحد 20 مينوت، كي تحطي صبعك ما يلصقولكش لي ماكارون في يديك، ندخلوهم للفور. ما تفوتوش الوقت تاع الطهي على حسب الحجم تاع الحبه، لا كبيره ولا صغيره، ما تفوتوش 10 مينوت. هنا لي ماكارون تاوعي راهم في الفور. داروا هذاك التيج، ثم كي يديروا لك التيج ويطلعوا الوصفه ناجحه. هنايا لي ماكارون تاوعي بعد ما خرجتهم من الفوق تخلوهم يبردوا مليح، ومن بعد تقلعوهم من الطابي سيليكون ولا من البابي كويسون وتلصقوهم بالغاناش ولا بالشونتيي كيما راكم تشوفوا. هذا الشكل تاعهم الاخير ويجوا عامرين والوصفه تجيكم ناجحه. سلام.